السلام عليكم. اليوم سأوضح أسرارا خفية عن الشركة الصهيونية إيطورو. هذا المشروع الذي جاء ليسرق أموال العالم ويتم توجيهها لإسرائيل وخصوصا أموال العرب، والهدف هو تقوية اقتصاد الكيان الصهيوني. هذا الفيديو كله أدلة وكل شيء بدليل. شركة إيطورو تأسست سنة 2007 من طرفي الأخوان يوني آزيا ورونين آزيا مع شريكهما دافيد رينغ. كل هؤلاء الثلاثة إسرائيليون صهاينة. يكفي أن تدخل لبروفايل صاحب الشركة يوني آزيا الإسرائيلي الصهيوني على فيسبوك لتعرف أنه صهيوني. بعد الدخول اذهب إلى هذا الفيديو، أسرع بسرعة قبل أن يتم الحذف. بعدها ستشاهد هذا الفيديو التحريضي على حماس وعلى الإخوة الفلسطينيين، وأن هدف إسرائيل استرجاع أرضها، أي أخذ أرض الفلسطينيين. هذا الفيديو قام به إيرين مارغاليت، وهو عضو في الكنيسة الإسرائيلي ومعروف بتحريضه على الفلسطينيين. באנו לספר שנתניהו מר ביטחון שחרר הכי הרבה מחבלים בתולדות המדינה, שהוא ראש הממשלה הראשון שיצא תיקו עם החמאס, שבכללי הם בעיקר. وكذلك يمكن زيارة بروفايل هذا الشخص لتجد صوره مع رئيس إسرائيل بنيامين نتنياهو، وكذلك ستجد صوره في مجلس الدوما الإسرائيلي. وفي نظرك ماذا سيناقشون في مجلس الدوما غير كيف سيتخلصون من الفلسطينيين المتبقيين؟ بعدها سنمر لشريكه دافيد رينغ. هذا الشخص يكفي الدخول إلى بروفايله على لينكدين لتجد أنه قبل أن يفتح إيطورو كان يشتغل في واحدة من أكبر شركات القمار والمقامرة في العالم، وبعد أن حصل على خبرة كبيرة في القمار قرر هو وصديقه أن يوهموا الناس أنهم يتاجرون في البورصة، ولكن سيصنعون لهم واجهة وهمية للمقامرة، وقاموا بتسميتها إيطورو. وهكذا سيكون الكل خاسرا على المستوى البعيد، وكل هذه الأموال ستتوجه إلى إسرائيل. هذا المشروع أعجب به شيمي بيريس. من شيمي بيريس يا ترى؟ لو بحثت في جوجل ستجد أنه ابن شمعون بيريس، رئيس إسرائيل السابق. ابن رئيس إسرائيل السابق أعجب بهذا المشروع وكمية الأموال التي سيتم سرقتها بهذه التقنية، تقنية إيطورو، وسيتم تحويلها إلى إسرائيل. هذا ما جعله يمول المشروع في بدايته ب1.7 مليون دولار. هل من دليل على هذا الكلام؟ نعم، كل ما تحتاجه هو أن تذهب وتكتب في جوجل اسم ابن رئيس إسرائيل السابق والذي اسمه شيمي بيريز، وتكتب أمامه إيطورو، وستجد الكثير من المقالات تتحدث عن ذلك. أو اتجه إلى موقع تيك رانش، أشهر موقع مقالات في المجالات التقنية. ستبحث عن كلمة إيطورو وبعدها ستجد الكثير من المقالات. اضغط على لاتست ليتم ترتيب المقالات. سنرجع لماضي هذه الشركة. ارجع لهذا المقال، بعدها افتحه وشاهد. مبروك عليك أخي الذي كان يفكر في إعطاء ماله لإسرائيل ودعم هذا المشروع الصهيوني الذي لا يوجد فيه أي أحد رابح. هذا المشروع يروج له رغيب أمين الذي حولت له أموال إسرائيل، وكانت إيطورو سببا في انتشاره في العالم العربي لأنها كانت تشتري إعلانات لفيديوهاته وهو يتكلم عن إيطورو، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعله يصل إلى 1,000,000 متابع. بيعه لإخوانه العرب مقابل حفلة من المال والشهرة، لأن هذا الشخص مهووس بالشهرة. هنا صورة لأمين رغيب مع الصهيوني يوني آزيا صاحب الشركة ومديرها، وهنا صورة لأمين مع إسرائيلي آخر اسمه علي حسن. يكفي أن تفتح بروفايله على لينكدين لتعرف أنه من إسرائيل، وهذا هو ممثل الشركة في الدول العربية، وهو كذلك له حساب يتاجر في إيطورو. لعله يربح، ولكن يمكن أن ترى بعد 3 سنوات ونصف من المتاجرة أنه خاسر ب31% من رأس ماله. هذه الشركة ليس فيها رابح. هذا الشخص الإسرائيلي جاء للمغرب بدعوة من رغيب أمين وقدمهم على أنهم من فلسطين ليتحايلوا على الناس، فأمين رغيب صار عميلا لإسرائيل وشهرته مزيفة مبنية بأموال إسرائيل،
ونجاحه كله مبني على إرسال أكبر كمية ممكنة من الناس لهذه الشركة، ويتم تحويل نسبة من المال الذي سرق للعرب عن طريق هذه الشركة إليه، فماله كله حرام. ونتمنى من الله أن يرجع ويتوب ويستغفر ويطلب المعذرة من العرب الذي نصب عليهم وجعل هذه الشركة تسرق مالهم. هناك شخص آخر ظهر مع رغيب أمين في الصورة، هو جيورج ناداف، هو كذلك إسرائيلي، وهذا الشخص قال أمين أنه فلسطيني حتى يدلس على المتابعين. يمكن فقط الذهاب إلى بروفايله في لينكدين وسترى دولة إسرائيل. الأخ أمين، نحن متابعون من الأردن، وكنا نحبك ونريد أن نبقى محبين لك، ولكنك بعت نفسك لإسرائيل مقابل الشهرة والمال. استغفر وارجع إلى ربك وتوقف عن نشر هذا المشروع، وإلا ستكون سببا في قتل المزيد من الإخوة الفلسطينيين. فلا تبع إخوانك العرب والمسلمين مقابل شهرتك ومالك، فما هي 2 مليون متابع أو 3 مليون مقابل قتل آلاف الفلسطينيين وسرقة أموال إخوانك العرب؟ نرجو منك أن تفكر وأعد التفكير، فكيف تقدر أن ترعى عائلتك بمال حرام تتقاضاه من الصهاينة؟ وكيف لك أن بعت أخلاقك وصرت تقول على الإسرائيليين فلسطينيين فقط حتى لا يكتشف متابعوك علاقتك بإسرائيل؟ فأين هي أخلاقك التي عرفناك بها؟ هذه الشركة لو دخلنا لموقعها وذهبنا لصفحة Regulation and License ستجد أنها في أمريكا تمثلها شركة اسمها تراندونومي. هذه الشركة لو بحثنا عنها في جوجل سنجدها فقط في مواقع القمار. هذا هو الموقع الأول، ويمكن أن ترى المواقع التي هنا كلها كازينوهات. وهذا هو الموقع الثاني، يمكن أن ترى أنه دليل لمواقع الكازينوهات، وسترى كلمة جامبلين. سنذهب لجوجل لنترجم ما هي جامبلين. النتيجة لعب القمار. الشركة إسرائيلية صهيونية، مشروع ممول من ابن شمعون بيريز رئيس إسرائيل السابق، وصاحب المشروع إيرينا له علاقة ببنيامين نتنياهو. هناك آلاف شركات الفوركس، اختر منها الصينية، فحتى لو سرق مالك فلن تدعم به دولة إسرائيل. أتمنى في هذا الفيديو أن نكون فضحنا شركة ايتورو وشاركنا حقيقتها بالدليل. هذا الفيديو يمكنك تحميله واستعماله على قناتك الخاصة، أو أخذ مقطع منه أو أي معلومة منه، واجعلنا نتحد لنفضح شركة ايتورو.